بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فيديو من فيديوهات رمضان. كل عام وحضراتكم طيبين وبخير، يا رب يكون عام سعيد على الجميع. النهاردة هنعمل الفول المدمس بقى، اللي هو زي اللوز اللي محدش يستغنى عنه. طبعا محدش بيستغنى عنه طول رمضان، ده القاسم المشترك في كل أكلة، يعني في كل أكلة ممكن يتحط على الفطار وممكن يتحط على السحور. انا جبت الفول، نقيته كويس ولينته لمدة 24 ساعة في المية. بعد كده غسلته وصفيته وحطيته في المية، مية برد عادية من الفلتر. وبعدين هنحط بقى الاضافات بتاعتنا. اضافات عبارة عن نص كوباية فول مدشوش وكوباية قمح اللي هو البليلة يعني، ونص كوباية عدس اصفر. ده بيديله قيمة غذائية وبيديله طعم حلو، وفي نفس الوقت اللون كمان بيبقى مميز. هنضيف الحاجات دي على الوش زي ما انتم شايفين. اهم حاجة تكون المية كمان كتيرة عندك، عالية عن الفول بكمية وفرة، علشان انا مش عايزة اضيف مية وهو على النار. بعدين هتبشري طماطمية كبيرة كده او طماطمتين، وتشيلي منهم القشر وتحطيهم على الوش. هنحطهم على نار عالية، والمهم اللي زي ما انتم شايفين كده المية تكون مستوى المية اعلى من الفول، علشان ما تزوديش مية وهو على النار. بعد في النص السوا كده بتضيفي ربع معلقة ملح ليمون او عصير ليمونة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر زي ما شايفين كده الفوران بتاعه. وهتقفلي عليها وتوطي خالص ساعة، بقى ساعة ونص، لغاية ما يبقى زي الزبدة. زي ما شايفين لونه كده من العدس ومن الطماطم اللي احنا ضفيناها. في الاخر بعد ما يستوي يبقى زي الزبدة زي ما انتم شايفين، هنضيف بقى اضافة تانية 3 معالق دقيق على نص كوباية مية. هتدوبيهم كويس قوي، احنا مش عايزين نحط نشا عشان ما يبقاش زي البلوزة كده، لا الدقيق افضل من النشا. هتضيفيه وتحطيه في مصفى كده وتصفيهم وتقلبيهم وتوطي زي ما بقولك عليهم، وتغطي على الفول لغاية ما يستوي كويس 10 دقايق كمان، لغاية ما يتدارى طعم الدقيق معاكي. مش هتحسي بطعم الدقيق خالص، بس هيدي للميه قوام. زي ما انتم شايفين كده الفول استوى بقى زي اللوز، عايز يتاكل وهنا هنعبي بقى طبق فول، هتشوفوا بقى جماله وازاي لونه الحلو وازاي مستوي قد ايه. انا بحب طبعا اكل الفول وهو طازه. انا كنت صايمه اليوم ده، قلت والله لا اعمل طبق جنب الاكل اللي انا عاملاه. حطيت شويه كمون على كزبره على شطه، وكمان زيت ذرة، ممكن تحطي زيت زيتون لو تحبي، على عصرة ليمون كمان. طلع طبق بقى ما اقولكمش، سبت الاكل وما اكلتش غير من الفول. طعمه في منتهى الجمال، شايفين لونه بقى وطلع مزبد وجميل. عملت كمية وفيرة، شايفين 8 اكياس. الكيس ده هو يعني ضعف اللي انا جبته، جبت كيس ب5 جنيه، والله ما ياكل الا نفر. بالقليل لو تشتريه هتشتريه ب10 جنيه. عمل لي 8 اكياس غير طبق اللي انا اكلت منه. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس. سيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فادية.